بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا بشلونكم حبايبي، عساكم بخير وصحة وعافية يا رب. واليوم إن شاء الله راح نسوي كيك الإسفنجي، كيك راس السنة. كل عام وأنتم بألف خير بنات. راح نسوي خطوة بخطوة، وشوفوا اليا وارتفاعه والاستواء مالته أحسن من الأفران وأطيب شي أكيد وأنظف. تعالوا نسوي خطوة بخطوة. بالبداية عندي 4 بيضات، لازم تكون المواد كلها باردة، لأن بنات راح استعمل محسن، ولازم كل شي بارد حتى يتفاعل ويرتفع الكيك ويصير اسفنجي. وبنات بالنسبة للمحسن تلقوه عده للمطيبات، تاخذون كمية فد ب1000 دينار 1500 يعطوكم يعني كمية تكفيكم مال 3 كيكات 4 كيكات، وسعره حلو ومناسب. وقبل ما أخلط الكيك أنا هنا مشغلة الأوفن ومخليته يحمى، وأخلي الأوفن على درجة حرارة 180. وهنا بعد ما طقيت البيض راح أشيل هاي الشوائب مالتها، وبعدين أضيف الشكر. ما راح أضيفه هواي شكر لأن إحنا الحشوة ورانا، والحشوة شي أكيد حلوة. بنفس الكوب اللي راح نقيس بيه الشكر راح نقيس المواد كلها. وأضيف كوب شكر، وأضيف ظرف من الفانيلا. إذا عندكم سائلة بعد أحسن، أنا هنا متوفرة عندي البودر. وأضيف خاشوقة من جل المحسن. بنات هنا كيك المحسن كل شي نخبطه سوا، اعتمادنا على الجل المحسن، يعني نضيف البياض والشكر والطحين وبقية المواد كلها سوا. وبعد ما ضفت المحسن راح أضيف الطحين 3 أكواب إلا ربع، الربع الباقي راح أضيف ببوكانة نشا. وهنا بنات إذا تردونها بنكهة الكاكاو قللوا الطحين سووه نص كوب، والنص الباقي خلوه ربع كاكاو وربع نشا. النشا ينطيها قوام كلش حلو للكيكة، يخلي الكيك يصير خفيف ويرتفع ويكون اسفنجي أكثر. فهنا أغلب الكيك اللي أسوي أضيف له نشا. وهذا الربع النشا راح نضيفه وننخله ويا بقية المواد، يعني ضفت الطحين 3 أكواب إلا ربع، والربع الطحين راح أضيف بداله نشا. أنا أضيف ظرف من البيكان باودر، وأضيف خاشوقتين زيت. ما أضيف هواي زيت لأن احنا اعتمادنا على المحسن. أضيف رشة من الملح حتى تعادل لي طعم الكيك. وهنا راح أضيف المي. شوفوا بنات شلون المي جامد، راح أضيف كوب. وهسه نخفق الكيك بالمضرب الكهربائي. بنات إذا عندكم عجانة بعد أحسن، يصير الكيك أكثر ارتفاع وهشاشة. راح أضيف قبق من الخل حتى يقتلي الزفرة وينطيني بياض للعجين أو للكيك. بالبداية أشغل المضرب على البطيء لمدة دقائق بس ألملم العجينة، بعدين أعليها على أعلى سرعة. أظل أخفق بالكيك لمدة 7 دقائق لحد ما يتغير لون الخليط ويتضاعف حجمه ويصير لونه كريمي. طحين راح أجيب خاشوقة وأنزله كله ويا الخليط حتى ينخلط سوا.
وبعد ما تضاعف الخليط وصار قوامه كلش حلو مثل الكريمة بالضبط. هسه نحضر القالب وندخلها الفرن. واللي ما عندها قالب خل تيجي وياي مثل ما أنا راح أسوي. أستعمل الجدرية، أي جدرية عندك صغيرة. بنات هاي قياسها 25. خليت لها شوية زيت ورشيت لها طحين حتى لا يلزق الكيك، ونخلي العجين وبعدين أعدلها وندخلها مباشرة للفرن. شوفوا لي قوام العجينة شقد حلو مثل الكريمة بالضبط. وبالنسبة للاستواء مالتها راح نشغل الشمعة جوا لمدة 45 دقيقة، والشمعة الفوق ما راح أشغلها أبد. وبنات ملاحظة حتى تكون الكيكة هشة والظل مرتفعة، أبد لا تفتحون عليها الفرن لمدة 40 دقيقة. وورا 40 دقيقة نجيب شيش تكة أو سكينة ونخليها من داخل العجينة. إذا طلع بيه عجين خلوها بعد بالفرن، وإذا طلع نظيف طفوها وخلوها بالفرن لحد ما شوية تبرد، بعدين طلعوها من الفرن. وهذا الكيك بعد ما استوى بنات شوفوا لي الاستواء مالته مستوى واحد، وبنفس الوقت هشة. وشوفوا لي الارتفاع مالتها ما شاء الله صارت تجنن. وبالنسبة لحشو الكيك انتو شو تحبون تحشوها تبقى يمكم، هذا شي اختياري. شوفوا لي ارتفاعها ما شاء الله، ارتفاعها كلش حلو، أكثر من 5 أصابع. هسه أتركها بنات تبرد تماما. لازم تخلوها تبرد بعدين تخلون الحشوة اللي انتو تحبوها. إذا هي تكون حارة وتخلوها الكريمة راح تسيح الكريمة ويصير شكلها مو حلو، وما راح تسيطرون على صقل الكيكة وما تكون عدلة. فهي ضروري تخلوها تبرد. أنا أخليها بالمجمدة ورا يوم كامل أو 4 ساعات هيجي، يلا أسقلها وأحشيها. وإن شاء الله إذا قدرت أنزل لكم صقلها وحشوتها إذا الله راد. واللي هنا حبايب قلب وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم حطونا لايك، وإذا كنتم ما مشتركين اشتركوا. وأهلا وسهلا بكم، واستودعكم بأمان الله وحفظه. مع السلامة.